السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر الإنسان ما يتسرع، التسرع العاقبة ديالو ماشي تلهي. الغضب في الكثير من الأحيان العاقبة ديالو كارثية. المهم، واحد السيدة كتصبن وكتنشر الملابس، حنا نقول الحوايج، في السطح. ما هي مرة، ما هي جوج مرات، ما هي ثلاثة، كتلقى بعض الملابس ممزقة، ولا سيما ديك الملابس اللي طويلة ممزقة مشرقة. هي شكت بأن هادشي متعمد، شي واحد كيمزق هاد الملابس. فهنا وقعت مشاكل في هذيك لابارتومون، في هذيك العمارة. كنشر الحوايج كيتشرقوا، لا فلانة، الشك راه كارثة، الشك مشكلة، الشك لا ما تكون فلانة، لا ولاد فلانة هما اللي كانوا طالعين يلعبوا في السطح، لا كادو ما كايناش الكاميرا. كون كانت الكاميرا نعرفوا شكون. لا، علاش دوك الكاميرا مزيان الناس تركب الكاميرات. وانا كيمزقوا ليا، كيشرقوا ليا الملابس ديالي، وحده نقدت لاشا سرقوا ليا كذا. وهنا هي كتشكي عند شي وحده كتقول لها انا راه طرات ليا كذا وطرات ليا. اذا اش غادي نديروا؟ غنديروا الكاميرا ونراقبوا. داروا الكاميرا بدون ما خبروا بأحد، بدون اخبار احدهم. داروا الكاميرا. شكون مول الفعله؟ مول الفعله ما تصدقوش، شكون اللي كيشرق الحوايج؟ اللي كيشرق الحوايج يا سيدي هو المش، القط. المش كيطلع مع راساتو وكيجبد هذوك المخالب ديالو، دوك المخالب، وكيبدا يتجبد هذاك التمطط ولا التمدد ديال القط. كيبرد هذوك المخالب ديالو وكيشرق الملابس. وشحال من واحد وقعت ليه وكانت مشاكل. كنعرف ناس وقعت ليهم المش. ردوا البال مع المش. المش راه الملابس اللي شافها راه كيمزقها بالمخالب ديالو. هنا كتولي المشاكل. فردوا البال، ردوا البال، والانسان ما يتسرعش وما يغضبش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.